السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة كده ان شاء الله هنعمل حاجة بسيطة جدا جدا، بمكونات بسيطة جدا. هنعمل منها كمان حلو، وهنعمل منها كمان حاجة ممكن نستخدمها في الاكل. يعني هنعمل منها 3 وصفات الصراحة، وحاجات هتبقى موفرة جدا جدا جدا، وهتبقى غير مكلفة، وكمان في البيت وفرن البوتاجاز. يعني مش هتاخد معاكي وقت. ويلا كده بينا نبدأ. قبل ما نبدأ نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ويا ريت تدوسوا لي لايك وشير وتفعلوا الجرس. النهاردة إن شاء الله كده هنعمل رقاق طري، وهنعمل منه رقاق ناشف، وهنعمل كمان رقاق حاجة حلوة. وهنبدأ كده ونشوف. أول حاجة احنا مش هنحتاج إلا مية، وهنحتاج ده 1.5 كيلو دقيق هنعمل منه ال3 أنواع، وهنحتاج معلقة ملح مش اكتر من كده. هنحط معلقة الملح، مية عادي من الحنفية، وهنقلب كويس قوي لحد ما المية تبقى ايه مظبوط، ملحها يبقى مظبوط، لا هي مالحة قوي ولا هي ملحها خفيف. هي صراحة كده يا دوب تمام كده. احنا قلبنا المية كويس قوي كده. هندلق المية في شفشة او اي حاجة تاني، عشان خاطر ما ينفعش انك انت تعجيني في المية. ممكن تكون المية كتير عن الدقيق والعجين منك يبوظ. فعشان كده نحط الدقيق الاول، ونحط بعد كده العجين شوية شوية لحد ما نشوف كده. هنبدأ نعجن وهنشوف مع بعض. طبعا العجينة كده بقت كويسة قوي. هنبدأ نقطعها في دقيق وهنشوف مع بعض. طبعا كده انا قطعتهم بالطريقة دي، ورشيت حبة دقيق في الطبق، ورشيت عليهم حبة دقيق، وهسيبهم تقريبا 5 دقايق يرتاحوا بس، لانهم هم ما فيهمش خميرة، فمش هيخمروا ولا حاجة. 5 دقايق بس وهنشوف هنعمل ايه. بصوا حبايبي كده عشان نركز مع بعضينا. انا كده ده صراحة صاج بتاع فرن تانية. انا بخبز عليه عيش شمسي، وبخبز عليه عيش طابونة، وبخبز عليه عيش مصري وعيش مرفوع وكل حاجة. ده الصاج بتاع الفرن الاصلي. لو انت ما عندكيش فرن تاني او بوتاجاز تاني او صاج تاني، ممكن تطلعي الصاج اللي تحت ده تحطيه هنا في النص، ده هتخبزي عليه كده. الشوايه شغاله فوق اهي، والنار شغاله كده تحت. تعالوا بقى بينا هنقفل الفرن لحد ما تسخن قوي ونشوف هنعمل ايه. طبعا بصوا كده يا حبايبي، بعد ما العجينه ارتاحت 5 دقايق والفرن طبعا شغاله، هنرش على صينيه ولا على اي حاجه دقيق، وهنرش رشه دقيق كده من فوق، وهنبدا نفرد. وفردتها بالطريقه دي كده في الفرن، وهنقفل عليها ثانيه وهوريها لكم كده. لو خدتوا بالكم الرقاقه تمام قوي كده. لو انت عايزه تعمليه رقاق ناشف هتخليه شويه لحد ما ينشف. لو انت عايزه تعمليه رقاق طري تاكلي بيه كفايه كده قوي، وكمان كده كمان نشف كمان فل معاكي. لو خدتي بالك كده بصي بصي كله الرقاق طري جدا وجميل. والكيلو طلع معايا تقريبا بتاع 12 واحدة 13 واحدة بالشكل ده. بصوا بقى هناكله، احنا بناكله مع التقلية الصعيدي، وفيها لحمة كمان، وحطينا جوه الفرن لزينها في الفرن طالعه ايه ما اقولكوش تحفة. مع الرز كمان. بصوا التقلية الصعيدي عاملة ازاي. لو حابين تعرفوا هي احنا بنعملها ازاي، لان احنا بنعملها بطريقه مختلفه عنكم جدا. لو حابين تعرفوا ان احنا بنعملها ازاي يا ريت تقولوا لي في التعليقات، وانا مش هبخل عنكم الصراحه، هعملها لكم مره تانية. بصوا لو خدتوا بالكم اللحمه دايبه فيها دوب. بصوا اللحمه، بصوا لو خدتوا بالكم لحمه دايبه جواها. وبكده نكون خلصنا حلقه النهارده، ويا رب تنال اعجابكم يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.